عسلامة، شنحويكم؟ يا ربي تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد إن شاء الله، يا ربي يعجبكم. فيديو اليوم إن شاء الله لتحضيرات رمضان إن شاء الله. كان عشنا اليوم باش نعملوا مع بعضنا عباية رمضانية ياسر مزيانة ومتحفنة. البنوتة صغرونا كما قاعدين تراو، وتنجموا تعملوها بطاي كبير إذا كان تحبوا انتم تلبسوها. دونك باش نوريكم طريقة الخياطة وطريقة الفصالة، حاجة ياسر مزيانة ومضخمة على الاخر على الاخر على الاخر. دونك نخليكم مع الفصالة. واول حاجه كما كل مره نعملوها، واول حاجه نبداو بها هي القماش، نثنيوها على 2. دونك اني ما عنديش قماش كامل، عندي زوز طروف قماش، باش ناخذ كل طرف ونفصلها وحدها. هذه هي الطرفه الاولى اللي باش نبدا بها، اثنيتها على 2. وتوا باش نبدا بالخدمه. واول حاجه خديت باش نعمل الرقبه، اللي هي خديت من شافه القماش، خديت 8 سنتيمتر، وبعد زدت خديت 8 سنتيمتر اخرى وقمرتهم لهنا بالباهي باش ما يضيعوش عليا. 8 سنتيمتر الاولى اللي هي الرقبه باش نهبط بها على شكل مائل، على شكل هرم كما قاعدين نتراو، حتى لل 17 سنتيمتر. والثمانية الثانية باش نعملوها للكتف. ولهنا توا في 8 الثانية باش نعملو الليد كما قاعدين تراو. باش ناخدو الميترو ونميلوه بالدرجة هذيكي ما بين حافة القماش والمانش، باش ناخدو 16 سنتيمتر، وطول الليد باش يكون 26 سنتيمتر. دونك هذاك هو الليد اللي خذيناها. وباش نعمل خط مائل كما قاعدين تراو بالضبط. دونك هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. وتوا باش نعمل الكتف متاعي بالطبيعه باش نميلو شويه كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه. راهو الكتف لازمكم تميلوه شويه، على خاطر الكتف متاعنا راهو ماهوش مستوي، لازم تميله شويه. ودرجه الميل متاع الكتف تكون 2 سنتيمتر ولا 3. وهذاك هو المنظر اللي تحصلت عليه. وتوا باش نمشيو نعملو النقطه الثانيه متاع المانش. دونك لهنا هبط 17 سنتيمتر من اعلى القماش، وباش نمشي في العرض باش ناخذ 19 سنتيمتر بالعرض. دونك 17 هبطت و19 مشيت، ونعمل النقطه متاعي، ولهنا تكون النقطه متاع المانش زاده اللي باش نربط بها المانش الثانيه. وتوا النقطة اللي حددناها مع بعضنا توا باش نهبط بها لاخر القماش بالطبيعة باش نكمل المونش متاعي حتى للاخر. دونك اني اخذيت بين الخط الاول متاع اليد والخط الثاني 17 سنتيمتر. نتوما تنجموا تكبروا شوية ولا تنجموا تنقصوا، هذيك حاجة تختاروها نتوما. دونك لهنا عملت الرقبة الكتف. وتوا باش نجي نقمر الطول متاع العباية متاعي. لهنا خديت الطول، وباش نعمل كما قاعدين تراو اخذت الدرجه متاع الفتحه اللوطانيه، جيت اخر الطول متاع العبايه وقمرت 35 سنتيمتر العرض متاع العبايه متاعي. دونك هذاك هو. وباش نربط بشكل مثلث من النقطه اللي عملناها مع بعضنا، باش نربطوها على شكل مثلث. دونك هذاك هو المنظر. لهنا عملنا الرقبة، عملنا الكتف، ولهنا من الكتف باش نهبطوا ديريكتومون لليد كما قاعدين تراو بالضبط. هذيكي النقطة اللي قمرناها من النقطة الأولى للنقطة الثانية أخذنا 17 سنتيمتر كما قلت لكم. دونك نتوما ما تنقصوش فيها، على خاطر حاجتي بها الكيك راهو بعد توليكم ضويقه على الاخر مع الخياط مع كل شيء، راهو بعد تولي ضويقه على الاخر الماش. ردوا بكم تنقصوا فيها. قلت لكم تنجموا تنقصوا ولا تزيدوا، راهو على الحله اللوطانيه نتاع الماش، مش على الماش من فوق. ردوا بكم تنقصوا فيها من فوق. دونك ولهنا بدينا بقصان القماش كما قاعدين تراو بالضبط. دونك لهنا القماش باش نقصوا على النقاط اللي قمرناهم مع بعضنا كما قاعدين تراو. دونك لا زدت ولا نقصت حتى شيء، كما وريتكم قصيت.
هي من أسهل الطرق اللي تنجموا تستخدموها في فصالة العبايات متاعكم ولا للباس التقليدي، وإلا حتى إذا كان عندكم مناسبة هيك خفيفة تنجموا تعملوا معناتها عباية كي من هيك. دونك لهنا بعد ما كملت قصيت وكملت ركحت كل شيء باش نجي في أول القماش متاع العباية متاعي وباش نحلها من قدام كما قاعدين تراو بالضبط. وهذايا هو المنظر اللي تحصلنا عليه كما قاعدين تراو. راهو من اللول باش تظهر لكم كبيرة على الاخر، راهو ما تغركمش المظاهر. شفتوا اذا كان خيطتوها راهو باش ينقص، ممكن باش ينقص المنظر الكل. راهو ردوا بالكم تنقصوا ولا تقولوا كبيرة ولا لا، راهو بعد باش تنقص. دونك من اللول تظهر لكم كبيرة كما ظهرت لي ليلي، وبعد راهي تصغر بالخياطة. ولهنا باش نجيو نعملوا الظهر متاع العباية متاعنا. خذيت 3 سنتيمتر للرقبة وطول، والعرض أخذت 8 سنتيمتر هذيكي الرقبة. والكتف باش نعملوا نفس الطريقة اللي عملناها من قدام، باش ناخذ 8 سنتيمتر ونميلوا شوية الميترو متاعنا على درجة 2 سنتيمتر كما قلت لكم. دونك لهنا باش نعمل الكتف، عملت الرقبة والكتف، وبعد باش نعاود نعمل نفس الخطوات اللي عملتهم في الجزء الأمامي. دونك لهنا باش ناخو الطرف متاع العباية متاعي الأمامية وباش نعاود نرسم عليها بالضبط من با الرقبة. راهو الرقبة ما تعملوهاش كيما من قدام، راهو الرقبة تختلف على خاطر مش كيما الرقبة من قدام كيما من تالي. دونك لهنا جمرت المونش متاعي، الفتحة متاع المونش باش تجيني قد من قدام قد من تالي، وخذيت الدرجة متاع الإيفازمون متاع العباية زادة باش تجيني قد. دونك والعباية من قدام تكون محلولة ومن تالي بطبيعة الحال باش تكون مسكرة. رانا ماناش باش نقصوها في النص متاع القماش ولا أسهل من هيك. دونك هذه أسهل طريقة متاع فصالة ممكن تنجموا تتبعوها إذا كنت تتعلم في الفصالة. دونك ننصحك تاخو القماش وتبدأ من تو تتبع في الخطوات كيما وريتكم بالضبط، وبقدرة ربي تطلع لكم كيما تحبوا ولا أكثر. وبعد ما كملت جمرت انيقات الكلكية بطبيعة الحال باش نقص القماش متاعي باش تطلع لي نفس يعني نفس من قدام من تالي باش تجيني قد القياسات، لاهم باش يزيدوا ولاهم باش ينقصوا باش هذاك نسهل عليا الخياطة، نسهل على روحي الخياطة باش من بعد ما نتعبش فيها اني. دونك اني ننصحكم انكم تتبعوا الخطوات هذه كما قلت لكم. الشكل راهو من الاول باش يظهر لكم كبير برشا، راهو ما يغركمش الشكل متاعها. دونك هذا هو المنظر اللي تحصلنا عليه. وتوا باش نمشيو نخيطوا باش نشدوا الكتاف مع اليد ونكملوا مع الخط حتى للاخر، وباش نشدوا الكتف الثاني حتى للاخر زاده، وباش نخليوهم محلولين ما نكملوش معناتها ما نكملوش الخيط الثاني. دونك باش نعملوا الكتافات باش نشدوهم. هذاك هو المنظر اللي تحصلنا عليه كما قاعدين تراو. هذاك كيفاش خيطنا هذه العباية محلولة. دونك تو باش نمشي نسرفل ومن بعد باش نوحل الحرج كيما باش نوريكم بالضبط. لهنا نظفت اليدين عملت لهم العطفة، وتوا خذيت الحرج هذايا باش نحطه فوق الخياط متاع العطفة متاع اليد كيما قاعدين تراو بالضبط، باش نبدا نتبع على الخياط متاعي ونحط الحرج كيما قاعدين تراو بالطريقة هذيكي ونقعد نخيطه. نحاولوا نتبعوه بشوية على خاطر يهرب. نحاولوا نتبعوه ونخيطوه بالماكينة. تبداو شادين الحرج متاعكم باش ما يهرب لكمش وتخيطوه، والا تشدوه بالمساسك زاده باش كيكه تبداو ضامنين اللي هو باش يجيكم مستوي. دونك هذاك هو المنظر اللي تحصلنا عليه كما قاعدين تراو. هذه الخطوة الأولى متاع الحرج. دونك توا باش نقلب العباية متاعي كيما وريتكم باش نقلبها على قفاه وباش نمشي نكمل نخيط اللي ميزالي
باش نشد اليد من اللوطه وباش نكمل الكوتيات نتاع العبايه كيما قاعدين تراو بالضبط. دونك الخيط باش يكون متواصل. باش نخيط كيما وريتكم توا بصبعي، باش نمشيو بالطول وبعد نعملوا هيك الثانيه نتاع المثلث اللي تحت الابط كيما قلت لكم، ونكملوا بها حتى للاخر. ولا اسهل من هيك، راهو بالحق اسهل طريقه ممكن تشوفوها، راهو ولا اسهل من هيك افصاله، وتنجموا تعملوا بها مشروع زاده. فما برشا عباد يحبوا بناتهم يلبسوا عبايات كيما كيكه في رمضان والا في المناسبات، دونك ولا اسهل بالطريقه هذه، ما فماش اسهل منها. هذا هو المنظر اللي تحصلنا عليه. دونك صرفلت القطعه متاعي، نظفتها من القطعات متاعها، ولهنا باش نمشي نعمل لها العطفه القداميه وباش نعمل العطفه اللوطانيه متاع العبايه. دونك لهنا قعدت على الماكينه وبديت نعطف فيها. راهي الخياطة حاجة ياسر سهلة. دوبا انكم تبعتوا الخطوات راهو اعرفوا اللي نتوما عملتوا شتر المسافة متاع الخياطة. دونك هذا هو المنظر اللي تحصلنا عليه. توا باش ناخو الحرج اللي عملت به المونشات هو نفسه باش نعمله في الرقبة، وباش ندوروا على كامل الرقبة الكل. كما قاعدين تراو راني خيطت العطفة متاع العباية متاعي، راهو الحرج يتحط على نظافة. ردوا بالكم انكم تبداو تلقاكم نزلتوا ما خيطتوش وتحطوه، راهو يتحط على نظافه، ما تحطوش الكيكه. ولهنا بعد ما وريتكم كيفاش باش نحطو، مشيت قعدت على الماكينه متاعي وبديت نخيط فيه بالطريقه هذه. ولا اسهل من هيك. هذايا هو المنظر اللي تحصلت عليه. كما قاعدين تراو ياسر مضخمه ومزيانه بالحق، مزيانه على الاخر. ومع توا اللباس التقليدي راهو بالحق مزيانه 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 في وقتها. بعد ما نكمل الخياطه وبعد ما نكمل كل شيء، توا باش نبدا نحدد في القطعه متاعي، باش نحددها بشويه بشويه ونتبع وين عندي الخياط، نتبعه ونحدد القطعه متاعي كما قاعدين تراو بالضبط. وهذه هي العباية متاعي كما قاعدين تراو فيها. كملتها واخيرا. حاجة ياسر مزيانة مضخمة متاع صغيرات بالحق، مزيانة على الاخر على الاخر على الاخر. حبيت نودكم بعباية رمضانية بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل. ان شاء الله يا ربي يعيدوا علينا بالصحة وسلامة، وان شاء الله يفرج على اخواننا في غزة يا ربي. وان شاء الله يكون الفيديو متاعي اعجبكم. كما قاعدين تراو حاجه ياسر سهله، ما خدتش مني وقت، وتنجم تفرح بنتك بعبايه كيما هيك تلبسها ليله رمضان وتعملوا الاجواء الرمضانيه. حاجه بالحق سهله. ننصحكم انكم تمدوا القماش اللي عندكم وتجربوها. ولهنا يوفى الفيديو متاعي، نقولكم على خير وبسلامه.